يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى؟ طبعا بانيه الشركات الكريسبي بدون لحوم، طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية زي ما انتوا شايفين. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ مع بعض ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. معايا 3 حبات بطاطس زي ما انتوا شايفين. تمام، هقشرهم خلاص زي ما انت شايفة كده. يعني انت بقى عايزة تكتري عايزة تقللي براحتك. طبعا قطعتهم شرايح كده زي ما انت شايفة. تمام، هو كده السمك بتاعه بقى المظبوط يعني. حطيتهم بقى في حلة زي ما انتوا شايفين، واحط عليهم بقى مية. هسلقهم بالظبط يعني اقل من 3/4 سوا. تمام، طبعا على البطاطس ما تتسلق معايا بقى. الخليط بقى الكفر اللي احنا هنغطيه بيه. تمام، معايا بقى 3 معالق دقيق، معلقتين نشا. تمام زي ما انت شايفة. كوباية مية. البهارات بقى بتاعتي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، شطة، ملح، كمون، فلفل اسود. تمام، لو انت عايزة تحطي فيجيتار براحتك مفيش اي مشكلة، بس احنا بنقول انها اقتصادية يعني، فمش مش مكلفة يعني. تمام، وطبعا حطيت عليهم بقى كوباية مية زي ما انت شايفة. هو ده السمك المطلوب. هنا البطاطس بقى اتسلقت معايا حوالي 3/4 سوا، وقبل ما تخش في 3/4 سوا كمان شطفتها كويس بالميه وحطيت فيها ميه ساقعه عشان ما تستويش قوي وتنهري يعني. طبعا انا معايا الكريسبي بقى ده بيتجاب من عند العطار، فبتجيبيه من عند العطار بيبقى صحيح يعني. طبعا انت بقى بتديله ضربه كده بسيطه في المطحنه. تمام، وتحطي عليه بقى معلقه نشا، معلقه دقيق براحتك. طبعا عشان يكون مقرمش كده وحلو ما يشربش كمان زيت. تمام زي ما انتوا شايفين. طبعا هاخد بقى البطاطس انزلها في الخليط كده زي ما انت شايفه. غدوة سهلة وسريعة، عشوة سهلة وسريعة، اقتصادية جدا وجميلة جدا بصراحة يعني. ولادك هيحبوها ومفيدة. دي بطاطس حاجة يعني في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، ربنا يعافينا يا رب ويرحمنا. طبعا أكلة تحفة بصراحة، جميلة زي البانيه بالظبط، مفيش اختلاف خالص. طبعا مفيش لحوم. حاجة جميلة بصراحة. بصي بقى انت بتنزلها في الخليط، بعد كده تحطيها بقى في الكريسبي ده. تمام، بتغطيها كويس كده. اخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني. طبعا هنا خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين، عملت معايا كمية كتير، كمية كبيرة. تقدري برضو تعمليها وتحتفظي بيها في الفريزر. طبعا انا هنا جبت معايا بقى زيت. زيت بقى يكون كتير كده ويكون سخن زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى انزل بالبطاطس بتاعتي بالبانيه. تمام، مش هيفك منك زي ما انت شايفة كده، ولا فك ولا عمل اي حاجة. بصراحة جميل والطعم بيبقى تحفة. لو انت عايزة تحطي بقى في الخليط مع الدقيق وكده، عايزة تحطي فيجيتار براحتك مفيش اي مشكلة خالص. طبعا بصوا اللون الذهبي بتاعه جميل كده. على فكرة والله هي الكاميرا برضو ظلماه شوية. تمام، بصوا بقى تحفة بصراحة يعني. ما تفرقهوش ما بينه وما بين البانيه بتاع الشركات خالص. طبعا ده بطاطس، احنا بنتكلم في الشكل يعني. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين بقى كده. باكد برضو معاكم، بصوا كريسبي خالص يعني، مقرمش كده وجميل. تمام، طبعا بقى نحطه بقى في كايزر مع الكاتشب بقى، وبألف هنا وشفا. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.